من أرادوه قتيلا في مظاهرات حلب توفي بنوبة قلبية والوثائق موجودة. شاهد عيانهم لم يحرف سبب الوفاة فقط، بل عكس اتجاه المظاهرة أيضا. حشود بحرينية على كثرتها لا تكفي للفت نظر الجزيرة وتصدر عناوينها. عرضنا في التقرير السابق أن قناة الجزيرة وإثر وفاة محمد عبد الرزاق أكتع بعد ظهر الجمعة 17 من حزيران عرضت خبرا عاجلا يقول إن المتوفى قتل برصاص الأمن خلال مظاهرة بعد صلاة الجمعة، ولم نبيت الخبر قبل أن نوضح سبب الوفاة الحقيقي، واعدين بزيادة في التوضيح. الطبيب الشرعي الذي عاين حالة أكتع أوضح أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة. تم الكشف على الجثة بوجود قاضي التحقيق الرابع عشر بحلب أستاذ مدحت الخرفان. لوحظ وجود زرقاء في الشفتين وفي نهاية أصابع اليدين. لم نجد أي آثار شد وعنف على الجثة، ولم نكتشف أي شبهة جنائية لموضوع الوفاة. والأطباء المشرفين اللي كانوا موجودين في المستشفى عزوا سبب الوفاة إلى احتشاء عضلة قلبية حاد. وسقط أول قتيل في تلك المدينة منذ تفجر الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا منذ 3 أشهر. التحريف لم يطل سبب الوفاة فقط، بل امتد إلى الهدف والسبب الذي خرج من أجله التجمع الذي توفي خلاله أكتع. فوفق شقيقه ومن كان بجانبه، التجمع كان مسيرة مؤيدة للرئيس بشار الأسد وليس مظاهرة احتجاجية. أخوي كان بيصلي بجامع آمني، وهني كان في مسيرة تأييدية، وكان موجود هو معنا هناك. بصلني خبر أن أخوي توفى، جينا على الجامع آمني في مشفى جنبه، قال لي هو جوا. دخلت لجوا كان متوفي، وعبس الأطباء هناك أول ما في شيء ذبحة قلبية، سعفوه يعني بآخر أنفاسه على المشفى. أنا أمام الشاب اللي سقط على الأرض مباشرة، كنت بجانبه مع أنينة مي اللي اسمه محمد عبد الرزاق أكتع. شلته أنا أول إنسان من اللي شالوه وكب عليه مي، وأسعفته مقابل الباب بالذات محل ما وقع. شلناه من مكان وقوعه لمشفى النايف، أنا ومعي شي 10 و2 شهود كانوا معي، يعني حكوا الحديث بالضبط وبإمكانكم تسمعون. بات الميت ميتة ربه، يخاف إن توفاه الله في يوم جمعة أن يستثمر خبر وفاته ويحرف ويشوه، خصوصا أن هناك من ينتظر أي وفاة ولو حتى انتحارا لينسب موته لهذه الجهة أو تلك، فقط لأنها حلب، ولكنها الشهباء وستبقى. البحرين على مرمى حجر من قطر، ولكن على ما يبدو فإن وصول الكاميرا إليها على قربها يحتاج إلى تقنيات وإمكانيات لا تملكها الجزيرة، وإلا فما تبرير عدم تصدر هذه الحشود المهولة لعناوين أخبارهم؟ والوكالات التي أتت بهذه الصور لم تتكبد عظيم الجهد، فيما النوم مستمر في قوقعة شاهد العيان. وفي مسرحيات التضليل أيضا قصة المواطن السوري بسام الزين التي يرويها بنفسه. ها هي المحطات الفضائية تتابع فبركاتها الإعلامية دون أي أخلاق أو مهنية، وها نحن نتابع كشف زيفهم وأساليبهم الملتوية للمساس بشرف ووطنية السوريين التي لا ولن نشكك فيها ما حينا. بسام الزين أبو حسن هذا المواطن السوري جالسا في محله لبيع الخضرة يروي قصته. صورت شيء 5 دقايق ومشيت. أنا واقف بالدكان، يعني ما سألت أنه ليش عم تساوي، إنه ليش الصورة هي كذا أو أبدا ما عرفت. بعدين حملت حالها ومشيت، راحت مرت بعد كم يوم قالوا لي صورتك بالبيت إذاعة شو اسمه وصال، يعني مو صوتي بالمرة، مو كلها كذب.
ونفاق وعم ضد الوطن. استغلوا طيبة قلبه وأخلاقه الإنساني اللي إجا صورته وراحوا زاعقوه على قناة الوصال. شو بدنا نتفرج على هيك بشر نحن منحطة وأخلاقها منحطة وإذاعات منحطة ومأجورة؟ ما بيهمنا لا الوصال ولا الجزيرة ولا العربية وما بنسمع، كل شيء إذا سمعنا ما بنصدق نعمل، كله كذب بكذب. سوريا منجم الأخلاق والشهامة والوعي، ولدى السوريين الحماسة والوطنية النابعة من كل قلب، وقفوا إلى جانب العم أبو حسن وعبروا عن ذلك بطريقتهم. رجالة بتهد جبال، رجالة بتهد جبال، تاريخها بكل الأجيال، تاريخها بكل الأجيال، تشهد لها القومية، تشهد لها القومية. لسان حال السوريين كفاكم إخراجا لمسرحيات باتت فصولها معروفة بأبطالها والكومبارس. أما سوريا فقد أثبتت كما العادة أنها عصية على المؤامرات وعلى من يرسم خيوطها.